ده أردا جولر اللي كل الصحف الرياضية والعالمية مش مبطلين كلام عليه في الأيام اللي فاتت. الموهبة التركية اللي هتنيم كل نجوم أوروبا من المغرب، والملقب بالنسخة الجديدة من ليونيل ميسي، واللي قدر النادي الملكي ريال مدريد إنه يضمه لصفوفه بعد تعثر صفقة امبابي بسبب ال 200 مليون يورو. جولر جاي من حواري تركيا وعنده حاليا 18 سنة بس، وبيلعب جناح يمين وعنده الحتة بتاعت البلاي ميكر كمان. التشبيه بميسي عدى علينا كتير، وفي كتير من اللعيبة كان بيتقال عليهم ليونيل ميسي الجديد، لكن محدش فيهم قدر انه يوصل لموهبة الأرجنتيني. لكن من الوهلة الأولى اللي تشوف فيها جولر تحس إن في حاجة مختلفة عن كل نسخ ميسي اللي فاتت. تسارعه بالكورة وكشفه للملعب وقوة قدمه اليسرى فيهم كتير من ليونيل ميسي. بداياته في عالم الساحرة المستديرة جت بالصدفة، لأن كشاف المواهب في نادي فينربخشة التركي كان بيدور على لاعب صغير يكتشفه، وشبه كان مقرر اللاعب ومبلغ إدارة النادي كمان. لكن بمجرد ما شاف جولر غير رأيه، لأنه شاف ولد عنده 14 سنة بس بموهبة عالية جدا، وحضوره في الملعب كان مغطي على كل اللي حواليه. وبالفعل قرر إن هو ده اللاعب اللي ينفع نادي فينربخشة، وبلغ رؤساء النادي إن الولد ده خلال موسمين يقدر يتصعد للفريق الأول وهيكون سبب في نجاح الفريق. وأول ما جولر تم 16 سنة لعب مع الفريق الأول ومضى عقده معاه في موسم 2021. وفي أول مباراة رسمية ليه في الدوري التركي صنع هدف الفوز في الدقايق الأخيرة علشان رسميا يسيب بصمة مع الفريق. مدرب فينربخشة قال إنه شغال مدرب بقاله 5 سنين، وأول مرة يشوف موهبة بالشكل ده وتحكم بالكورة بالكواليتي دي وفي السن الصغير ده، علشان بعد سنة واحدة بس يحصل جولر على القميص رقم 10 ويصبح النجم الأول في الفريق بسرعة البرق. ومن بعدها تبدأ تهل عليه العروض الأوروبية، واللي على رأسهم برشلونة، واللي بالرغم من الأزمة المالية قرر يدفع قيمة فسخ عقد جولر مع فريقه، واللي تبلغ 18 مليون يورو، ولكن على دفعتين وبزيادة مليون يورو كمان. وكل ده لأن البارسا شايفين ميسي جديد في الطريق، لكن ميول اللاعب كانت مدريدية، وبمجرد ما جاله عرض المارينجي وافق على طول علشان ينضم رسميا للملكي. وبكده هنشوف لاعب موهوب جديد في الساحة الأسبانية، واللي متوقع عليه النجاح الساحق.